عسلامة. أنا مواطنة تونسية. حبيت أول مرة نصور فيديو، وحبيت نعطي رأيي في الحادثات على في تونس، على جريان الشيخ وجدي غنيم لتونس. الدنيا كانت بعدها. راجل ضيف جاينا نورمالمون نصحو بيه. تخيل هو كي جاينا هنا، جاي باش يعمل محاضرات ومش على روح، لا جاي باش يفتي، لا جاي باش كيما قاعدين يكذبوا عليه. ديجا هو تكلم أكثر من مرة، قال يا ناس راني ما قلتش اللي أنا عملتش فتوى الختان الجنائي. تخوش عليه شافوه بالمقص يدور عليهم دار يدق في الديارة، يخرجوا بناتكم باش يطهرها. اللي باش يمشي يعمل بيه قضية، واللي يمشي قدام جامع ما يحشموش، حتى هما يحبوا على الحرية. واقفين قدام جامع ويصيحوا ديجاج ديجاج، ذبحونا. كنتو مشكم عاجبكم كلام باش نهزكم تسمعوه. أبخيتو هو حتى في فرجت أنا في المحاضرات في الإنترنت اللي يعملها، سمعتوش يحكي على الختان ولا إرهاب وكان قتل يحارب على الانتحار. وقتاش يحارب على الانتحار؟ هاذو الناس. شوف، أي حاجة متعلقة بالإسلام يجي يقال فيها سبة. أي حاجة متعلقة بالدين يجي يقال فيها سبة. الفضايح فضحتونا، رأيتكم الفضيحة. راجل جاي يناديكم روح. الفضايح عملتوها له. زعما كان يجي واحد إكريفان كبير من المغرومين فيه، جماعة البنو أعتقني وشليت، وعرضوا له في المطار وقالوا له ديجاج وفتحوه. زعما يسكتوا الجمعيات الحقوقية ولا شنو؟ واش قالوا كل صار هو جا دق عليكم دياركم، قال لكم خرجوا لي بناتكم تنتهروا هنا. شنو الكذب هذا وشنو هي الحكاية هذيا؟ يا أخي انتوما مع حرية تجديد الذات الإلهية. قلتوا ميسالش هذيك حرية وإبداع. يحسبوه مبدع زاد هو زاد، يحسبوا كلامه إبداع. هو مبدع وذاك إبداع وزاد هو. شنو الحكاية هذي؟ هاكم انتوما طلعتوا عندكم الميليشيات تقولوا النهضة بميليشياتها. هاكم انتوما موقفين ميليشياتكم على الجوامع يسبوا ولا يضربوا بالأحجار في الناس، لا حشم ولا من ردي لا من جامع لا نورمال انتوما. يا اخي اللي مش عاجبه يشد داره ما يسمعوش. تخيلتوه هو شنو اللي قاعد يحكي هو؟ قال لهم جبدوا السلاح على بعضكم باش تقولوا عليه ارهابيه. شنو حكايتكم انتوما؟ غريبة شيء واحد مريض من البلد لتقتوه. حاب نقول له مرحبا بك يا شيخ غنيم في تونس، مانيش من حاجة نقول لك مرحبا بك وتدس فيهم ويعملوا لك عملة ويعرضوا لك في الدورة متاع المطار. لا